خبر جديد لازم الناس كلها تاخد بالها. الخبر ده لسه ما انتشرش جامد جدا، ولكن هو اتطبق بالفعل، وناس كتير نزلت امبارح واول امبارح وحصل معاهم الموقف ده، ومن ضمنهم ناس بعتولي اي موبايل هتشتريه من بره مصر او انت نازل بيه من بره مصر عشان تسجله في المطار عادي. الطبيعي اللي انت بتنزل تسجله في المطار وبيتسجل معاك عادي، والطبيعي اللي انت لو حطيت فيه شريحة بره مصر كان بيجيلك الرسالة بتاعة الضريبة عادي جدا، مفيش اي مشكلة، عشان بس انت حطيت الشريحة المصرية في التليفون. فطبيعي اللي بيجيلك الرسالة مجرد ما بتركب الشريحة سواء بره مصر او جوه مصر مش فارقة. ولكن لما انت بتبقى بره مصر بتنزل بتفعل الموبايل وانت في المطار وبتسجله والضريبة بتتشال. الجديد بقى ان انت لو فعلت او حطيت الشريحة المصرية في التليفون بتاعك وانت لسه بره مصر وانت نازل في المطار مش هتعرف تسجل التليفون بتاعك. هيقول لك انت حطيت فيه الشريحة وفعلته، فللأسف ده كده مش هينفع يتسجل. يعني انت دلوقتي اي موبايل معاك بره مصر هتشتريه وهتنزل تسجله وانت عارف اللي انت هتسجله، ما تحطش فيه اي شريحة مصرية. وانت في المطار برضو ما تحطش فيه شريحتك. هتقول بقى خلاص انا الجمارك قدامي اهي وداخل وهسجل احط فيه الشريحة، ما تحطش الشريحة المصرية في التليفون غير لما تسجل التليفون في المطار. بعد ما تسجله يبقى حط الشريحة براحتك، غير كده هتدفع ضريبة على التليفون بتاعك. بنقول تاني اهو، اي موبايل معاك وانت بره مصر كنت الاول بتحط الشريحة عادي وبيجيلك الرسالة وبتسجله في المطار لما بتنزل. دلوقتي خلي بالك معاك موبايل بره مصر وانت نازل ما تركبش فيه الشريحة المصرية بره مصر او جوه مصر وانت في المطار غير لما تسجل التليفون بتاعك الاول. خلي بالكوا علشان الموضوع ده لسه محدش اتذاع عنه، ولكن هم بدأوا بتنفيذه بالفعل. الموضوع ده بقى هم عملوه ليه وطبقوه ليه؟ قالك عشان الناس بتشغل دماغها. الناس بتبقى معاها الموبايلات هنا وعارفة اللي هي عليها ضريبة، بيعملوا ايه؟ بيخلي التليفون يروح ويسافر مع اي حد مسافر وهو نازل يسجله في المطار. فهم كده قفلوها ضبة مفتاح. يعني كان الحل قدامك يا اما انت بتدفع الضريبة، يا اما انت بتاخد التليفون تديه بقى لصاحبك لخالك لقريبك مسافر وهو نازل بيسجله في المطار الضريبة اتشالت. هو بقى منع لك الحتة دي خالص، قال لك يا باشا الموبايل هيبقى محطوط فيه شريحة مصرية بره مصر هتنزل مش هيتسجل، هتدفع الضريبة بتاعته. يعني كده مفيش حل قدامك غير انك تدفع الضريبة. فخلي بالكوا بقى من الموضوع ده.